نص الاتفاق على تعويلات جماعية وفردية لكل الذين عانوا من ويلات الحرب في دارفور، أن يعوض الناس جماعيا في شكل خدمات صحية وتعليمية وتوفير المساكن وتوفير الأمن. هذه خدمات جماعية. وخدمات فردية للذين خسروا أموالهم وممتلكاتهم جراء الحرب في دارفور. وتم تكوين صندوق يسمى صندوق التعويضات وجبر الضرر. هذا الصندوق يعنى بتوفير المال اللازم لتعويض الذين خسروا ممتلكاتهم وخسروا أموالهم خلال سنين الحرب ال17 الماضية. كذلك نص الاتفاق على إنشاء صندوق يسمى بصندوق السلام والتنمية المستدامة في دارفور. هذا الصندوق يعنى بتوفير الأموال اللازمة للآليات التي ستنفذ اتفاق السلام، مثل مفوضية النازحين واللاجئين، ومفوضية الأراضي، ومفوضية تنمية قطاع الروحل والرعاة، ومفوضية تنمية وإعادة إعمار دارفور، ولجنة الحقيقة والمصالحة، والمحكمة الخاصة لجرائم دارفور، وصندوق التعويضات وجبر الضرر، وكافة الآليات التي ستنفذ اتفاق السلام. وقد نص الاتفاق على أن الحكومة السودانية عليها بتوفير مبلغ 750 مليون دولار سنويا لمدة 10 سنوات بمبلغ إجماليا قدره 7 مليار و500 مليون. ليس ذلك فحسب، بل أن الاتفاق نص على عقد مؤتمر للمانحين لتوفير وسد العجز الذي سيخلق نتيجة لعدم كفاية المبالغ التي توفرها الحكومة لهذه الصناديق، وتحديدا لصندوق السلام والتنمية المستدامة في دارفور. إخواني وأخواتي الكرام، إن السلام مطلب شعبي ومطلب جماهيري ومطلب ثوري، ولذلك كانت من شعارات ثورتنا حرية سلام وعدالة. وقد تحققت العدالة، تحققت الحرية، والآن تحقق السلام، ونحن الآن بصدد تحقيق العدالة. وبتحقيق هذه الشعارات الثلاثة نعمل أن نعيش في وطن حر ديمقراطي يعيش أهله في وئام وفي محبة. أخواني وأخواتي الكرام، إن السلام المجتمعي عنصر مهم جدا. نحن لن نستطيع أن ننعم بالسلام ولا ننعم بالاستقرار، ولن نستطيع أن نعود إلى ماضينا التليد وإلى سابق أهلنا ما لم نحقق السلام المجتمعي. إن الحرب قد ولدت غبن دفين في نفوس الكثيرين، ولذلك ولكي نعيش كما كنا في السابق يجب أن نزيل كل الغبن وكل المرارات التي توجد في النفوس بين مكونات مجتمعنا، ويجب أن نعفو، فإن العفو والصفح هو المخرج الوحيد لنا لكي نعود إلى مدينة التريد. ولكن هنالك محاكم ستؤقت للذين ارتكبوا الجرائم الفظيعة، مثل جرائم الإبادة الجماعية وتطهير الإرث وغيرها. ولكن الأهم في هذا الأمر أن نعيش في أمان وفي وئام وفي مودة، ولن يتحقق ذلك إلا بالعفو والصفح وتحقيق